حضورها في العالية إدارة مؤتمر ستار في ناحية الشداد. طبعا لأول مرة تصير عندنا هاي انتخابات لأول مرة تصير هي انتخابات نوعية تاريخية تسجلت، تأكدت أنه نحن اليوم فعلا قام نمشي على مبدأ الأمة الديمقراطية، قام يكون بحرية للمرأة، قام يكون بمشاركة للمرأة، قام نشوف المرأة متواجدة من خلال الانتخابات، من خلال تحضيراتنا للانتخابات، من خلال مشاركتنا، ومن خلال الرفيقات اللي شاركوا بالحملة الانتخابية مرشحات، بالإضافة لعامة الشعب اللي انضموا ضمن هاي الحملة الانتخابية. طبعا نحن اليوم أثبتنا فعلا أنه نحن أمة ديمقراطية، لأنه هي ما اقتصرت على مكون معين أو على فئة مجتمعية معينة، بالعكس نحن اليوم قام نثبت أنه نحن إيد واحدة، شعب واحد، أمة ديمقراطية ماشية على مبدأ التعددية، مو مركزية. يعني أكيد نحن اليوم خاصة بمناطق نقدر نقول مناطق الجزيرة، أكيد اليوم أثبتت المرأة العربية، يعني أوجه كوننا مناطق نحن عربية، نوجه بالأخص أنه اليوم قدرت تثبت، قدرت تحارب المجتمع العادات والتقاليد، فأثبتت حالها من خلال التواجد هذا، قدرت تكون جواب فعلا لهالمرحلة اللي نحن موجودين بها. في النهاية أكيد نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله من أفضل للأفضل، والحرية للقائد، نتمنى الخير للجميع. سيلفانا تتريان من المكون الأرمني، جايين على هاي الانتخابات لنحط إيدنا بإيد المرأة، لأنه المرأة هي شيء أساسي، هي المرأة شيء أساسي بهالمجتمع بهالحياة. ونحن كالمكون الأرمني جايين نحط إيدنا بإيد كافة المكونات المرأة لنكون إيد واحد بهالانتخابات. هاي الانتخابات عم تعطي دور كبير للمرأة اللي صارت على الأرمن وعلى يعني على المرأة الأرمنية. نحن هلا كلنا ايد وحدة تحت ظل الإدارة الذاتية، وطبعا نحن كالمرأة الأرمنية أقوياء وشجعاء، وهالانتخابات فرصة لكل المرأة. باسم المرأة الألمانية عم وجه هالرسالة لكل مرأة ألمانية، التوفيق والنجاح. دبكا كونغرسار كانتونا قامشلوم شواغو ام ديزانين جو بري دمكي هالبجارتنين جبو شاردارية هاتن درخستن اف هالبجارتنين جو هاتن تشيكرن دا انجما هفيمان اجباكي جو لغوري بشنيار ونرين وبيوستين قلن باكو روجهاتا سوري وكا نقشهريكي هات خيزكرن دا انجما ويدجي بريارة هالبجارتنين شاردارية اجبركو شارداري سازيا هاري جرينجا جبو افاكرنا جباكا كديمقراطيك جباكا كساغلام جباكا بريك وبيك بمشاندن جبو هناك ابريار هات شكرن سروي اساسي جي وكي هالبشارتين بيش وقت وكي جارا يكمين دي جيهان دا وده هرم دا بوجن بناسنا ما يخوا وكي ريخسنا كونغرستار وكا كومبونا جنين زنوبيا لهرمين رزقار كري بريكفتنا بفياديرا بتبلي هالبجارتنين بيش وقت بون دو هالبجارتنان دا جن بإرادة خوا بهستي خوا بهالوسط خوا بسكنة خوا بناسنا ما يخوا وكي جن بتايبت وكي ريخستنا جن دبي هرمي دا دنگي خوا دان بجيرن جو ديتن جو كارن شارسرية دوا شاردارية بي بكن جو هارتنكا أريني جواكي دا بدن شكرن دريا سكنوا وهالوست ونرين وزنبونا خدا جبو هناكي لحمي كانتونا انصر اصلا كانتونا بباجار وبلداد اهل بجارتن بشوق وقي كونغرستار هاتن درخستن براستي اف اهل بجارتن بأوايكي ديمقراطيك وزلال وبجوشك برقرم بكالجانك بزيد يعني بتبليبونا هجمارك برمزن زيد بهزارة جن تبلي باهل بجارتن البون دان جامي دا بدهان برنامجاتن شارداريان اللي بلده وباجارة دركتن جخوا لسروي أساسي جي أف برنامجات تبلي پرورده‌ای که بون سر آستا چاروجا کوره وره رسم ره وره بازه بره ببرنا کارو خباتا دکارو خباتی خوی دما پیش دا بکرن تبلی با پرورده بون و د انجام اوی د جشخوا اف شارداری د 11 حزیران دب اوی کی گشتی و این درخستن د بهل بجارتنان دا نتنه گله کردن لیبلی حمو گله گود هرم با کروجلات سوری دا
ژیان دەکەن بە کوردێ خوا بە عەرەبێ خوا بە سریانێ خوا بە ئەرمەنێ خوا بە تورکمانێ خوا بە شێرکەسێ خوا بە ڕێخستنێ خوا بە پارتیێ خوا وەکی سەربخۆشی وێتەبلی با هەلبژاردنا ببن ئەب هەلبژاردنش خۆ بە ئەوەیەکی دەموقراتیک هەر کەسێ بە ئیرادا خوا وێتەبلی با هەلبژاردنا ببن وێ دەنگێ خوا ددن کەسێ بۆ کارە ببێ پێشەنگش بێ ژڤاکێرە ژخوا ئەv هەلبژاردنên پێشوەخت وەکی ڕێخستنا ژن وەکی ژن وەک مەگۆژی وەکی نمونە جارێ یەکەمینە هاتن چێکردن دەستکەفتیە هەری گرنگ شۆرەشا ژنە شۆرەشا ڕۆژاوا بۆ پێشەنگتیە ژن هاتیە یعنی چێکردن ئەv باندۆریە وێ ناکێ دەما کۆ شارەداریەکە بە ژن ژیان ئازادیش خۆ سلۆگەنەمەیە بشاهیە ئیرۆژی دبن بێ سلۆگانەدەیە بە ژن ژیان ئازادی بەر بە ئاواکردنا شارەداری دموقراتیک بە ji ber ku zihniyeta jin, zanebûna jin, îfadeya jin, biryarê jin, nêzîkîtiya jin ji bo malbatê, ji bo civakê, ji bo netewa xwe, ji bo avakirina hemû jinan û hemû cîhanê nêzîtiyeka wekhevî edalet demokratiya. Dema ku îro jin wekî di sîstema hevserokatiyê cihê xwe di şaredariya de bigire wê ev şaredarî bi awayekî demokratîk bi awayekî erênî wê bê meşandin lê hetenha em dizanin civak bi hezarê sala yek alî bû tenê aliyê mêr bû fikrandina mêr bû biryara mêr bû îradeya mêr bû pêşguhkirina jin bû rola wê misyona wê aktîvkirina wê di hemû qadên jiyanê de û civakê de lê bi şoreşa rojava ve helkeftina şoreşa rojava û destkeftiyên vê şoreşê govdest û îrade û têkoşîn û berxwedana jin hatin destxistin îda careke dî wek hevsengiyekê di nava civakê de wek hevsengiyekê di navbera mêr û jin de wek hevsendiyekê di nava hemî netewa de di nava hemî baweriya de di nava hemî netewa de hat çêkirin bi vî rengê wekhevî azadî demokratî bi zihniyeta jin bi zanista jinolojî îro ne tenê li şaredariya di mecalîsa de di hemû qadên civakê de di hemû saziyên rêveberiya xweser de û di hemû dera de wê bi awayekî demokratîk wê kar xebat jiyan wê bê meşandin yani helwesta jin berxwedana jin tekoşîna jin tim û tim li hemberî dagirkerî li hemberî tinekirin li hemberî qirkirin li hemberî rakirina dengê jin rengê jin ji jiyanê ya em dibînin di şoreşa rojava de û heta roja îro hegel herêmê bakurû ji hata Sûrî bê hem hegel qadên parastina medyebê tim û tim jinên pêşeng jinên xwedî rol jinên xwedî misyon jinên zane got karibin civakê ber bi demokratî û azadî wekheviyê bidin meşadin tên armancî girtin li hemberî bayên êrîşan li hemberî van sîstemên dakirkerî desthilatdarî qirkirinê yek jê ev helwesta me ev sekna me ev derxistina helbijartinê me wekî bersivekê ji dijminê dagirker û bi taybet bi pêşengtiya wanakê dewleta Tirkî dagirkerî faşîst bê pêşengtiya AKP me hebe ev dengvedana me ya got li hemberî van êrîşan em ê xwedî helwest bin em ê xwedî biryar bin em ê gava paş de neavêjin û tim em ê gavin ber bi azadiyê ve biavêjin encamên herî baş ji va hilbijartina derkevin destkeftiyên şoreşa jin şoreşa rojavan destkeftiyên şehîdên rojava got bostek nemeye divê xakê de got xwîna we nehatiye avdan em jî mêv hemê îrada xwe mêv hemî îddia em ê xwedî biryar bin parastina civaka xwe parastina gelê xwe parastina hemû gelên goser vê herêmê jiyan dikin her wiha parastina destkeftiyên şoreşa rojava û heme hewildan pêkirin da ku şaredaniyên demokratî saziyên demokratî zihniyeteka demokratîk di nava gela û civaka de bibe yani bidê avakirin.